في الفيديو ده هنجيب كل الحالات التحكيمية اللي أدت لخسارة منتخب مصر بفعل الحكم، وهثبت لكم في الفيديو ده إن هي كانت مقصودة وإن هو كان جاي علينا قوي. ونبتدي من الآخر للأول. آخر كرة في الماتش اللي هي بعديها جيت جون، الكرة بتاعت شد حمدي فتحي. زي ما انتم شايفين دي بول بيشد حمدي فتحي من التيشيرت في قلب منطقة الجزاء، بينالتي صريح. ده من كتر الشدة قطع له التيشيرت، وحمدي رايح بيعترض على الحكم وبيوري له ان التيشيرت اتقطع، قام مديله كمان انذار فاجر. الكرة اللي بعديها صلاح في ال18، خلاص الراجل قام شاير رجليه، نفس الفاول اللي اتحسب علينا واتلغى الجون الثاني بتاع زيكو بسبب نفس اللمس، نفس الحاجه. والان شيرر طلع اتكلم على نفس الموضوع، قال لو هتشتغل بنفس المعيار فدي هي دي. لكن هنا وقت قام عمل ايه؟ ولا حسب اي حاجه. وانا مشكلتي في الاثنين انه ما رجعش للفار. الشوط الاولاني بقى بعد ما جبنا الجون على طول، الكرة مع محمد صلاح على منطقه ال18، والمدافع بيزقه زقه واضحه جدا على ال18، وكره يعني خطره جدا. لو خدناها هيبقى فيها هجمه واعده، يعني ده فاول على ال18، يا هنجيب جون يا هنعمل باس، يعني هيبقى فيها قلق. حكم اصلا ما حسبهاش، دي زقه واضحه جدا ما اتحسبتش. بعديها على طول كره لامام عاشور من على الخط، الراجل بيعمل باس لجوه الملعب وعايز يجري بقى يكمل، ومدافع الارجنتين بيعمل له ابستراكشن، بيعمل له اعتراض واضح، وساب الكوره وما لعبش على الكوره، والحكم اصلا ما حسبش فاول وساب الكوره تعدي خالص. ولما اعترضنا قام مدي سعفان الصغير انذار. الكارثه بقى اللي كان لازم يتاخد فيها كارت احمر واضح، ضرب بدون كوره لامام عاشور في وشه وجنب حكم الرايه، وما حسبهاش اصلا ولا رجع للفار. فده يا جماعه الكور دي مش طبيعيه، ومش طبيعي ان كل الكور دي تحصل في ماتش واحد بدون تدخل الفار. طب لو الحكم متحيز تمام، خلاص عارفين انه جاي متحيز، طب الفار وضعه ايه؟ المفروض الفار يصحح له. فالفار فين يا جماعه؟ في اخر الشوط الاول في كوره دي ما ينفعش بقى دي اللعمه يشوفها، لعيب الارجنتين عامل تاكلينج على صلاح برجلين الاتنين، مطير الراجل. فاول يا باشا، يا باشا فاول وانذار على الاقل. اصلا ما اتحسبتش. واحنا لما بنقول التحكيم احنا مش بنتحجج، احنا بنقول واقع احنا عشناه، وقلنا واقع ان احنا يا جماعه عايزين العداله. احنا كنا عايزين العداله، انا كسبان 2-0 وعايز العداله. ولو الارجنتين جابت فيا جون في الثاني فانا كان ليا ضربه جزاء بعديهم اقدر اكسب الماتش، ما اتحسبتليش. ولو انا الجون بتاعي التاني اللي اتلغى بتاع زيكو لو كان اتحسب، ما انا كان زماني متقدم في النتيجه. بس طالما انت لغيتها، معاكم ان كان في مثلا شد وعنها احتكاك عادي وبيحصل في الكوره وحصل في كاس العالم 90,000 مره، بس طالما حسبتها احسب لي بقى بتاعت صلاح. ولا ده حصل ولا ده حصل. فحسبي الله ونعم الوكيل في التحكيم. قولوا لي بقى رايكم في الكومنتات، رايكم ايه في التحكيم.